السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مروان العنسي، خريج هندسة جامعة صنعاء، هندسة ميكانيك. وماش ميكانيكا سيارات، هي مثل الميكاترونكس، عشان نبدأ أصحاب. حبيت إن أنا أنزل لكم محتوى علمي وتعليمي، خصوصا للي بيواجهوا مشاكل مثل طلاب الثانوية العامة، طلاب سنة أولى اللي بيوصل. أنا جربت يعني في سنة أولى توصل ما انتش داري عصيدة شيء على ما بيقولوا. فحبيت ان انا يعني اساعد من باب زكاة العلم ال- الناس اللي بيحتاجوا مثل الثانوية العامة، طلاب صف تاسع، طلاب سنة أولى جامعة، في محتوى علمي وتعليمي. وإن شاء الله حنبدأ مع طلاب الثانوية بحكم أن الاختبارات قريبة، الاختبارات الوزارية. وبحاول إن أنا أتخصص في الفيزياء بحكم أن أنا مهندس وخريج هندسة. بالنسبة للمواد الثانية شحاول، ما نش مختص فيها، أقول لكم من الحين ما نش مختص في المواد الثانية، بس موضوع أنا فاهم له. شحاول أنا أنزل لكم دروس فيه، في الرياضيات مثلا، اللغة العربية، في النحو، الأحياء، الكيمياء، المواضيع اللي أنا فاهم لها، إنه ما نش مختص في هذا الجانب. وأولا بما أن هذا فيديو مقدمة، أنا عندي قناة في اليوتيوب، قناة أشعار. شبدأ أنزل المحتوى التعليمي في القناة حق الأشعار. إذا شفت إقبال كبير يعني على المحتوى التعليمي، أحاول أن أنا أفتح قناة خاصة بالمحتوى العلمي والتعليمي. وأولا قبل الدخول في المنهج أحاول أن أنا أدي نصائح عامة، والأشياء اللي كنت أستخدمها أنا في المذاكرة لحد ما تخرجت الحمد لله من الجامعة. النصائح في المذاكرة إنه أغلبهم بيضايقوا من المذاكرة وعندهم مشاكل في المذاكرة، بيجي يقول لك أنا بين أذاكر وبين أذاكر وبين أذاكر وما بش، ثاني يوم أبكر وما بش. طيب هل الخلل فيني؟ هل أنا السبب؟ هل الشرح هو السبب؟ هل المادة نفسها ثقيلة؟ يعني أين الغلط؟ أين الغلط؟ بالنسبة للمذاكرة نفسها، في حاجة يسموها العمق الفكري. يقولوا هذا فلان بيفكر بشكل عميق. ايش هو العمق الفكري؟ في ايش يساعدك العمق الفكري في دراستك او في مذاكرتك؟ العمق الفكري هذا زي ما يقولوا بالبلدي، او فلان قدوم مخدر. تلاحظ انت لما انت لو مخزن او تعرف ناس مخزنين في عز التخديره، يقولوا فلان قدوم مخدر، قد تبدا تجي له افكار وتبدا تجي له وتحس انه اينشتاين وقت التخديره، تحس نفسك اينشتاين، تذبل ويصير معلقه. ايش السبب؟ العمق الفكري هذا هو لحظة صفاء ذهن، صفاء ذهني أو صفاء فكري. هذا هو اللي بيساعد يعني الشاعر إنه يكتب، أو العالم إنه يكتب، أو حتى لو تلاحظوا سبحان الله العظيم، أرحم الراحمين ألهم أنبيائه ومنهم محمد صلوات الله وسلامه عليه إنه يعتزل الناس في غار حراء. ليش؟ أنت لما تعتزل الناس بتحس ذهنك بيصفى، تحس عقلك تحس انه وقع اينشتاين فجأة. لما تنفصل عن الناس، لما تنعزل عن الناس، تحس ذهنك صفي، تحس انك استيعابك بدأ يكثر. بس فانت حاول انك تستخدم هذا الشيء في دراستك، ينفعك جدا في مذاكرتك، سواء كنت طالب جامعي، طالب ماجستير، او شخص بيتعلم حاجة جديدة. انصحكم بالصفاء الذهني. طيب كيف اوصل للصفاء الذهني؟ الصفاء الذهني يشتيك تنعزل عن الناس حرفيا، انعزال حرفيا. حتى في تلفون، تغلق الفيسبوك، تغلق الانستغرام، التيك توك، انعزال. أقل شيء لمدة نص ساعة. لما تحس نفسك كذا بدأت عقلك بدأ يستوعب، بدأ هذاك الساعة، والله ما توصل للصفاء الذهني هذاك الساعة لما تذاكر تحس بفرق كبير. والمخزنين يعرفوا هذا الشيء.
يعني لا، أنا لما أذاكر وأنا مخزن، لما أوصل للصفاء الذهني، لما أقدر أنا مخدر وأجي أخزن، طلع فرق كبير، فرق كبير. إيش السبب؟ السبب إنه يقول لكم في علم النفس، يعني العقل البشري يتكون من جزء واعي وجزء لا واعي. الجزء الواعي هذا هو نسبته قليلة على فكرة، أنت تستخدمه طول يومك 10%، بقية اليوم أنت بتستخدم عقلك اللاواعي. فعقلك الواعي هذا هو المسؤول عن التحليل مثلا لو تلاحظ أنك لما تشوف شرح أستاذ رياضيات أو فيزياء وهو بيشرح، بتلاحظ أنك مستوعب معه. أول ما تجي تحل الاستيعاب طار. ليش الاستيعاب طار؟ لأنك شغلت عقلك الواعي، ما شغلتش عقلك الباطن. طيب إيش الفرق بين العقل الواعي والعقل الباطن؟ العقل الواعي هذا ذكي جدا، يستخدم للتحليل، يفرق بين الصح والغلط، بس عيبه الذاكرة حقه 10 ثواني، 10 ثواني وخلاص. يعني أنت بتشوف الشرح حق الأستاذ 10 ثواني عقلك الواعي ينسى تماما. العقل الباطن هو نفسك أنت، مخزن فيه، طبقا للعلماء علم النفس يقول لك انه مخزن فيه ذكرياتك كلها من اول ما ولدت. سبحان الله العظيم، قال لك ارحم الراحمين انك عاد يوم القيامه ومعك كتاب وانه ارجلك ويدك عشادا عليك، لانه اكتشفوا ان عقلك الباطن بيخزن كل شيء، كل اي حاجه شفتها، اي حاجه سمعتها، عقلك الباطن بيخزن كل شيء. هذه من ميزات عقلك الباطن. طيب من عيوب عقلك الباطن ما يفرقش بين الصح والغلط ابدا، ما يقدرش يحلل، تحسه غبي شوية مقارنة بالعقل الواعي. طيب ايش دخل هذا بالصفاء الذهني؟ الصفاء الذهني هو بيخليك توصل لعقلك الباطن. طيب ما انت قلت لي ان عقل الباطن انه غبي مقارنة بالعقل الواعي، بس العقل الباطن هو اللي بيتذكر، هو المسؤول عن الذاكرة، ذاكرته قوية، قدرته قوية جدا جدا جدا، عقلك الباطن. فانت حاول انك تصفي ذهنك، اقل شيء نص ساعة، تنعزل عن الناس، الاغاني، اي حاجة، انعزال تام، تأمل هكذا. تقول لك في الشرع وفي الدين تأمل ساعة خير من عبادة ليلة، لأنك لما تبدأ تتأمل ساعة ونص ساعة عقلك يصفى، تفكيرك يقوى، فأنت هتستفيد. بعد ما تجلس نص ساعة أو ساعة تتأمل وتصفي ذهنك، يبدأ عقلك الباطن يشتغل وتبدأ مذاكرتك. تلاحظ أنت لما تذاكر هتلاحظ بفرق. طبعا أنا أنصحكم بالدعاء، أنا دائما أستخدم الدعاء. اللهم إني أستودعك كل ما حفظته وكل ما تعلمته فرده لي حين حاجتي إليه. يعني هذا قبل المذاكرة. بعدين تجي تبدأ تذاكر. من الأخطاء الشائعة إن إحنا لما نبدأ نذاكر أو موضوع جديد، أنت بتقرأ موضوع جديد، إذا كنت حضرت أنت مع الأستاذ أو مع الدكتور في الجامعة هتكون فهمت 20% إلى 10% من الدرس، وهذا ينفعك جدا جدا جدا. ولا تصدقش اللي يقول أنت عاد تفهم في البيت. صح أنك عاد تفهم في البيت بس بتعب أكثر، لأنك هتبدأ من الصفر. لكن لما تكون حضرت مع الدكتور أو شفت فيديو في اليوتيوب أو حضرت مع الأستاذ في المدرسة، هتكون قد معك 20% أو أقل شيء 10%. البداية هتكون حلوة معك. طيب أنا فتحت الدرس يا أستاذ مروان وقريته وما استوعبتش حاجة، هذا طبيعي 100%. حتى لو أينشتاين ويقرأ موضوع لأول مرة، طبيعي إنه هكذا، حاجة طبيعية جدا وعادية جدا، لأن أنت بتقرأ موضوع لأول مرة. ابدأ اقرأ أول مرة
لا قد تمسكش قلم، اقرأ كأنك بتثقف ثقافة. اقرأ الدرس، كمل لا ما تكمل للنهاية. وذلك طبيعي إنك ما تفهمش، أو إذا فهمت منه 10% أو 5% يعتبر إنجاز في القراءة الأولى. كم من القراءة الأولى؟ قد معنا 10 إلى 20%. إذا كنا سمعت شرح في اليوتيوب أو شرح دكتور أو حضرت في المدرسة، قد معك 20%، و20% أنت حفظتها، يعني قد وصلت ل 40% بعد القراءة الأولى. عاد تقرأ القراءة الثانية. القراءة الثانية هذه تلاحظ أن أنت ملاحظة على القراءة الأولى. أغلب الطلاب إنه لما يلاحظ إنه ما فهمش الدرس يقول يبدأ يفهم عقله الباطن إنه أوه الدرس هذا صعب، الدرس هذا ما أنا ما أقدر، ليش ضروري أصير أدور واحد يشرح لي بصير من أصحابي ذا الحين، ولا ضروري إن أنا أشوف فيديو في اليوتيوب؟ هذا غلط. أنت لما تقرأ أي موضوع في العالم، لما تقراه أنت الأول مرة طبيعي إنك ما أنتش فاهم له ولا قد أنت مستوعب له. قلت لك إذا قريت أنت أول مرة لو فهمت لي 10% بس، 10% فائدة كبيرة جدا جدا. لا تيأس. هم بعضهم ييأسوا من أول مرة، خلاص صار الدرس ما فهمتش، والله إن أنا أحمر، والله إن أنا والله إنه زملائي إنهم يحطموني، إنه غلط. هذا الشيء غلط. لما تقرأ أول مرة طبيعي إن أنت ما تفهمش. قرأ المرة الثانية، نقول وصلت من المرة الثانية وصلت ل 50% أو ل 30% من الفهم. أتلاحظ في القراءة الثانية بدأت تستوعب أكثر، بدأت تفهم أكثر. اقرأ الدرس مرة ثالثة. لو أنت بتقرأ في المرة الثالثة طبعا أنت فاهم من 30 إلى 50% من القراءة الأولى والقراءة الثانية. في القراءة الثالثة بيسمعك كلام وانت بتقرأ الدرس، طبعا قد انت بدأت تفهم الكونسبت الأول، المفهوم على الدرس، يعني ايش المفهوم العام للدرس. هذا أهم حاجة انك تفهمها. أهم شيء انك تبدأ تفهم مفهوم الدرس بشكل كامل، يعني الدرس هذا ايش يشتي يفهمني وايش يشتي أفهم منه. إذا فهمت هذا الشيء ينفعك في القراءة الثالثة. القراءة الثالثة هي مهمة جدا للاختبار. القراءة الثالثة كذا أنت فهمت المفهوم، فهمت الكونسبت على ما بيقولوا، تبدأ تبرز قلم. القلم هذا وأنت بتقرأ تحدد الأشياء المهمة فقط، الأشياء المهمة، السطر المهم، الجملة المهمة، الحشو الزيادة ما عليكش منه. تحدد الأشياء المهمة في القراءة الثالثة وأنت بتقرأ. هذا السطر مهم، هذا السطر أنا أحس إنه أدخل الاختبار، هذا السطر يجي منه سؤال، حدد عليهم كامل لما تكمل. المرة الرابعة وانت بتقرأ يكون معك دفتر ملاحظات أو مسخرة أو دفتر، هذا اللي أتذاكر منه يوم الاختبار. عش عاد نقول لي عتكتب، ما تكتب الدرس كامل، عتكتب فقط الأشياء اللي انت حددتها. أي حاجة انت حددتها تكتبها في الدفتر. كده احنا في القراءة الرابعة اللي هي الكتابة، اللي وانت بتكتب الأشياء المهمة. الأشياء المهمة هذه لما توصل انت عليها يعتبر قد انت فاهم من 70 إلى 80%، وهذا يعتبر انك قد فعلت إنجاز. الدفتر هذا ينفعك ليوم الاختبار أو ليلة الاختبار، مع أن أنا ما أنصحش بالمذاكرة ليلة الاختبار لأنك تتوه نفسك. ذاكر قبل الاختبار بيوم أو بيومين. ليلة الاختبار أنا غالبا ليلة الاختبار أرفه عن نفسي، أصير أعراس، أصير أخزن، أصير أفتن، لأنه ليلة الاختبار ما شو حلو أن أنت تتوه نفسك. طبعا إذا قد ذاكرت من قبل. فالمذاكرة النهائية
أنت ما عاد تفتحش الكتاب كامل، ما عاد تذاكر من جديد، أنت بس عاد تفتح الدفتر حقك، الملاحظات حقك هؤلاء اللي أنت كتبتهن مهمة من كل درس قد عندك في الدفتر، أنت بس تشيك عليهن، تشيك عليهن، تفهمين؟ من الأشياء طبعا اللي أنت عاد تكتبها، الأشياء اللي أنت داري إنك بتنساها، يعني توصلت لعند فقرة حسيت إنك هذا الفقرة أنت بتنساها وإنك حتنساها، هذه تكتبها في من ضمن الأشياء المهمة، واكتب فوقها هذا أنا شنسه. حاول إنك تجابر نفسك عادي وأنت بتكتب، يعني هذا السطر أنا شنسه، هذا السطر مهم، هذا السطر أجي من الاختبار، هذا الملاحظة تهمك جدا. طبعا كملت أنت هذا الدرس، كملت الدروس اللي بعدها، ينفعك ليلة الاختبار أو مذاكرتك أنها هي الاختبار من الدفتر هذا، ما عاد تذاكر إلا من الدفتر هذا، لأنك ما عاد تسوي نفسك إنك تشوف لو سجلت صوت الشرح تسمع الصوت، أو تسمع الدروس في اليوتيوب من جديد، أو تقرأ الكتاب من جديد. أنت خلاص أنت كده أنت فاهم المفهوم، كده أنت داري إيش المفهوم وإيش المطلوب، ما عاد تشيل الأشياء المهمة اللي إن شاء الله إني أدخل بالاختبار، فهذا أتبزها من الدفتر حقك. وبعد ما تكمل أنا يعتبر إنك قد خلاص قد كملت. الدعاء والكل، اللهم إني أسألك كل ما حفظته فرده إلي حين حاجتي إليه، هذا قبل وبعد. بعض الأحيان وأنت بتذاكر بتحس خلاص ما بش استيعاب في نص الدرس أو في ثلثين الدرس أو حتى في بداية الدرس، تحس ما أنتش مستوعب. هذا السبب من أيش بيجي لي هذا من هذا الشيء، أو واحد من الأسباب إنه يكون عندك هبوط في السكر، لأنه المذاكرة بتحرق سكريات خيرات، كربوهيدرات خيرات، بتحرق جلوكوز خيرات، فبالتالي طبيعي إنك تهبط. حاول إنك تشوف أي حاجة ترفع لك الهبوط، أشياء مسكرة أو عصائر أو بيبس إذا أنت مخزن أو إلى آخره. من الأشياء الثانية إنه بعض الناس يعني متعود إنه يرقد له ظهر، يقوم ظهر، يتغدى، يخزن، يبدأ يذاكر، خصوصا في أيام الاختبارات. وأنت لما تكون هكذا الدورة الدموية ما قد اشتغلتش، كيف أنت مستوعب إن عقلك يشتغل بكفاءته كفاءتها الكاملة والدورة الدموية ما قد اشتغلتش، عقلك عدو ما قد اشتغلش. فأنت حاول إنك تنشط الدورة الدموية قبل ما تذاكر. إيش اللي بينشط الدورة الدموية؟ الضحك، الزبج، إنك لما تضحك الدورة الدموية تتحفز، الحركة، تكون ترقص طبيعي عادي، برع ولا زامل ولا إيش ما كان. تحاول إنك تذاكر وأنت دورتك الدموية متحفزة شغالة، تلعب رياضة قبل ما تذاكر، يكون عندك مصدر جلوكوز اللي هي سكريات، تحلية، بيبس إذا أنت مخزن. هذه الأشياء هي تنفعك وقت المذاكرة. وأنت في نص المذاكرة حسيت إنه ما عاد عندك مستوعب، هذا قد ربما قلت لك يا إنه الدورة الدموية ما اشتغلت، أو عندك هبوط في السكر، أو إن عقلك ما قدوش متعود إنه يذاكر بهذا الكمية، إنه العقل مثل العضلة لما تعود على أشياء كبيرة يشيلك بالتدريج. ايش افعلنا في هذا الحالة؟ ارجم الكتاب، ارجم الكتاب، حاول انك ترفه عن نفسك، لانك لو اصريت انك تذاكر عقلك قدو خلاص قد شبع، قدرته لها انا، انت عودت لها انا، ما قد عودتش على اكثر من هذا. فايش تفعل؟ ارجم الكتاب، حاول انك تنشط الدورة الدموية حقك، حاول انك تقوم تلعب رياضة، حاول انك ترفه عن نفسك ربع ساعة، نص ساعة. لو حسيت انك عقلك والاستيعاب بدأ يرجع، واصل. الاستيعاب ما رجعش، لا تذاكرش، لأنك لو رفست هتمسح الأولات، لأن أنت متعود على كمية معينة هذه قدام تلت نرعد عادك أتعبيها، خلاص خيرة الله، وقف المذاكرة وكمل حياتك. لما تحس إنك خلاص قد عقلك استوعب، قد
ارجع ذاكر. أما تحس إنك ما في استيعاب وتذاكر فوقه، أنت هنا بتمسح على الأول، خصوصا لو أنت بتراجع ليلة الاختبار. إنه يوم الاختبار بتحس إن هذا السؤال أنا قد ذاكرته، قد أنا حافظ له، بس ما نش قادر استرجعه. ليش ما نش قادر استرجعه؟ لأنه حضرت فخامة لغاجتك أنت وأنت بتراجع ليلة الاختبار، أرهقت نفسك وعقلك ما عادش مستوعب، وأنت أرهقته فوق طاقته، وواصلت وعقلك قام مسح عليك الأولات. انت حاول انك تدرب عقلك اكثر، حاول انك تمرن عقلك اكثر. يعني اول فتره انت ما انتش متعود انك تذاكر خيرات، اول فتره افعل لك اسبوع نص ساعه نص ساعه نص ساعه، كل يوم كن زايد 10 دقائق. مش تبدا ساعتين 3 ساعات، غلط. تبدا اول شيء نص ساعه، الاسبوع اللي بعده او اليوم اللي بعده 40 دقيقه، ساعه اليوم اللي بعده. هتلاحظ انك بالتدريج هتوصل ل 4 ساعات ل 6 ساعات. احنا هكذا تعودنا في الجامعه انه بالتدريج توصل لفترة تذاكر 6 ساعات طبيعي جدا، لأنك قد عودت عقلك. فهذه من أهم الأشياء اللي حبيت أن أنا أنوه لكم، والأشياء اللي ساعدتني، والأشياء اللي ساعدت الناس اللي أعرفهم لحد ما تخرجوا من الجامعة. إن شاء الله هذا الأشياء أني تساعدكم وتفيدكم. سأرفع لكم هذا الفيديو في صفحتي في الفيسبوك، وإن شاء الله في القناة حقي حق اليوتيوب. وإن شاء الله الفترة الجاية أبدأ إن شاء الله في الفيزياء، بحكم أن أنا متخصص فيزياء. والمواضيع الثانية، أي موضوع تشوفوا أتكلم عليه اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله بشوف يعني كل ما قدرت أو كل ما كنت فاضي سأكون أصور وأنزل لكم إن شاء الله. أقل شيء بيكون مرة في الأسبوع أو درس في الأسبوع. والله يوفقكم ويوفقنا أجمعين. ولا تنسوا أنه قربك من الله يفرق، قربك من الله يفرق، قربك من الله يفرق. إنه بالعقل والمنطق أنت كيف تشتي أن الله يوفقك، وكيف تدعيه أنه يوفقك ويسخر لك وأنت بعيد عن الله. فكل واحد يراجع حساباته، وهذا شيء بينك وبين الله. وما بش حاجة صعبة، والله ما بحاجة صعبة. هو بس في البداية أنت هتلاحظ أنك العقل هو يزل في البداية. أنت هتتعب شوية هتتعب شوية، مع الوقت هتلاحظ أنك الدرس اللي كنت أنت مستهول منه تلاحظ أنه رجع عندك أسهل درس. بس ادي له وقته، وإن شاء الله نكون معكم في المحتوى العلمي والتعليمي. ودمتم بخير. أخوكم مروان العنسي. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وصفحتي في الفيسبوك عشان نستمر في المحتوى العلمي والتعليمي بإذن الله. وفقنا الله وإياكم أجمعين.